سيادنا السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. ندخلوا في الموضوع. كشفت وثيقه لوكاله المخابرات المركزيه التي تعود لشهر دجنبر من سنه 1977 واللي ترفعت عنها السريه في شهر نوفمبر سنه 2012 على ان الجزائر كتستخدم ذريعه دعم الشعب الصحراوي لتقرير المصير ديالو من اجل تبرير تبنيها لاطروحه جبهه البوليساريو ودعمها بالمال والسلاح، محاوله بذلك اخفاء الهدف الرئيسي ديالها واللي كيتمثل في اضعاف المغرب. هذا الشيء كيديروه الجنرال العسكر الحاكم ديال الجزائر لاخذ زمام المبادره في منطقه المغرب العربي وايضا الوصول الى المحيط الاطلسي. ووضحت الوثيقه السريه ان الرئيس هواري بومدين اعاد تقييم موقف ديال الجزائر من بعد الاتفاق المغربي والموريتاني بشان الصحراء المغربيه في القمه العربيه اللي تعقدت في العاصمه الرباط سنه 1974، واكدت ان الجزائر شنت بعد ذلك حرب بالوكاله أو حربا بالوكالة ضد موريتانيا والمغرب باستخدام البوليساريو. وشارت الوثيقة إلى أنه على الرغم من أن السبب الظاهري للجزائر لدعم بوليساريو هو مبدأ تقرير المصير، فتنافسها التاريخي مع المغرب على الهيمنة في شمال إفريقيا هو الدافع الأساسي لها. الهدف ديال الجزائر في هذا النزاع هو إقامة جمهورية صحراوية مستقلة ويكون عندها تأثير مهيمن عليها، وفي نظرهم أي في نظر الجزائر أو العسكر الحاكم أنهم غادي يحرموا المغرب من الموارد الاقتصادية الكبيرة اللي كتواجد في الصحراء المغربية، وكيظنوا أيضا أنهم غيعرقلوا الجهود المغربية المبذولة. الوثيقة السرية كتأكد أن ضم المغرب للصحراء كيمثل مصلحة وطنية حيوية واللي كتدعم جميع الشرائح ديال المجتمع في بلادنا. وكتشير الوثيقة إلى أن هذا الضم عنده أساس تاريخي وديني عميق مع انعكاسات أساسية على الاستقرار السياسي للنظام، كما أنه مرتبط بشكل مباشر بقدرة المغرب على مواجهة المنافس الانتهازي ديالو أو منافسه الجيوسياسي الأساسي الجزائر. في المقابل قالت الوكالة أن رغبة المغرب في ضم صحرائه لم يكن بدافع الهيمنة على سوق الفوسفات الدولي، بل إن المطالب ديالو تمتد في تاريخ الأمة. وزادت ضافت الوثيقة أنه إذا كان بعض المغاربة قبلوا بخسارة مؤقتة لجزء من الأراضي المغربية قبل الاستعمار، فالصحراء المغربية هي الاستثناء الملحوظ. فمنذ أوائل السبعينيات ركز التيار الوحدوي على المستعمرة الإسبانية السابقة اللي اعتبرها المغرب في ذاك الوقت الفرصة الأخيرة ديالو لاستعادة بعض الأراضي المنهوبة. وضاف المصدر ذاته على أن مطالبة المغرب بصحرائه لا تستند إلى تعريف غربي للسيادة، بل هي ذات طبيعة تاريخية وثقافية متحدرة بعمق في المفاهيم الإسلامية عن ولاء شعب للقسم للملك، ومرتبط بالسيطرة المغربية المتقلبة قبل الاستعمار على المنطقة. وكيف ما كنعرفوا جميع الشرائح ديال الشعب المغربي الحداثية منها والتقليدية دعمت بشكل ساحق عدالة سياسة المغرب المتعلقة بالصحراء المغربية. وشارت الوثيقة إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية منها واليسارية بدورها سخرت الإمكانيات ديالها للدفاع على أحقية المغرب بالتواجد في صحرائه، كيف ما اتضح من التعبئة خلال المسيرة الخضراء في نوفمبر من سنة 1975. وثيقة أخرى اللي كيعود تاريخها لأبريل من سنة 1987 واللي ترفع عليها السرية في يوليوز من سنة 2012 دركات فيها الرباط والجزائر أن الوسائل العسكرية ما غاديش تحل النزاع. ووضحت الوثيقة أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد من 9 فبراير سنة 1979 وحتى 11 يناير 1992 هو مفتاح التقدم، بحيث أنه اضطر في ذاك الوقت أو كان غيضطر في النهاية لتقديم تنازلات دبلوماسية، لحقاش الحكومة ديالو آنذاك ما تقدرش تخاطر بحرب شاملة لوقف جهود الملك الراحل الحسن الثاني الناجحة لتعزيز قبضته على الصحراء المغربية. والجزائر ستبحث عن صيغة لحفظ ماء الوجه حيث عارفة راسها اش دايره، وسيكون الحل الدبلوماسي الأكثر ترجيحا قائما على مفهوم الفيدرالية بما في ذلك سيادة الحسن الثاني على الصحراء المغربية مقابل درجة من الحكم الذاتي البوليساريو. هذا النوع من التسوية من شأنه أن يرقى إلى الوصاية المغربية على الصحراء ربما تحت رعاية الأمم المتحدة، وغيمنح الجزائر مخرج من الصراع دون الاعتراف بالهزيمة. واعتبرت الوكالة أي المخابرات الأمريكية أنه من غير المرجح أن يغير الحل علاقات موسكو مع المغرب أو الجزائر. السوفيات كيعتقد أن الأمل ديالهم ضئيل في إضعاف علاقات المغرب القوية مع أمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية. موسكو كانت وافقت على نقل الجزائر الأسلحة للجبهة الإرهابية البوليساريو، لكنها لا تريد تعريض العلاقات مع الرباط
أو الرباط للخطر من خلال دعمها للبوليساريو علنا. يمكن للتسوية أنها تعزز المكانة ديال الولايات المتحدة في المنطقة المغاربية، ويرجع ذلك أساسا إلى أنها تقوي المغرب اللي هو أقرب صديق لواشنطن في المنطقة. ومع ذلك وكما ذكر في الوثيقة أنه يمكن أن يشجع الملك الحسن الثاني أيضا على اتخاذ خطوات مثل المبادرات أحادية الجانب في عملية السلام العربية الإسرائيلية من شأنها أن تعقيد المصالح الأمريكية الأخرى في المنطقة. وقد يضغط الملك على الولايات المتحدة لتقديم مساعدات مالية وعسكرية متزايدة مقابل استعداده لدعم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. ومن المرجح أن تنظر الجزائر إلى واشنطن باعتبارها مسؤولة جزئيا عن نجاح المغرب في الصحراء المغربية. أما بخصوص المواجهات العسكرية فجاء في الوثيقة أن جبهة البوليساريو والرعاة ديال الجزائريين احتفظوا بزمام الأمور حتى لسنة 1981 باش كان المغرب بنى أول سور ليه. منذ ذلك الحين استولى المغرب على المبادرة، والآن راه رجع أكثر من ثلثي الصحراء المغربية. وتقال في هذه الوثيقة أيضا أن الرباط مستعدة لمواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى. من خلال هذه الوثيقة السرية سيادنا كيتبين أن الجزائر أو بعبارة أخرى العسكر الحاكم منذ سنين وأعوام أنها حاولت بشتى الطرق احتلال منطقة الصحراء باستعمال جبهة البوليساريو اللي تصنفت من ضمن المنظمات الإرهابية. وحتى ليومنا هذا ما بغاش تصرت لها أن الصحراء المغربية ستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهي غير مسألة وقت وكل شيء يتريقل بإذن الله. ما تنساوش البارطاج الفيديو والاعجاب بالفيديو اللي عجبكم بطبيعه الحال، والاشتراك بالقناه باش توصلوا بكل فيديو جديد ومفيد. السلام عليكم.